اهلا بكم في طريقة الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العامة لبرج الاسد، طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج. خدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الأسد، أنا شايف إن في كتير منكم ممكن تكونوا بتفكروا في حياتكم العاطفية بشدة. في شريك حياتكم ممكن كمان بتفكروا، سواء كانت علاقة كراش أو سواء كانت علاقة حب أو حتى متجوزين. أنا شايف إن في حاجة زي ما تكون شغلاكم أو شغلة تفكيركم أو قلقاكم، لدرجة إن من كتر ما القلق والتفكير اتملك منكم انتوا بقيتوا مش واثقين في إحساسكم، أو مش واثقين في مشاعر الشخص اللي ممكن يكونوا بتحبوه. بس أنا شايف إن في حد كتير بيفكر فيكم، في حد كتير مشغول بيكم. يمكن طول الوقت على باله في تفكيره. الشخص ده مش بيحمل أي نية سيئة أو أي حاجة انتوا ممكن تقلقوا أو تخافوا منه أو حتى تشكوا فيه. بالعكس، أنا شايف إن في حد زي ما يكون بيحمل مشاعر حب قوية جدا اتجاهكم. في حد كتير، يعني ساعات ممكن يكون الشخص ده بطبعه مسيطر أو ممكن يكون عصبي شوية، بس معاكم انتوا انا شايف ان الشخص ده بيحاول ان هو يكون لطيف وحنين قدر الامكان. انا شايف ان ممكن يكون البعض منكم في علاقة توأم شعلة. انا شايف كمان ان صحيح كتير منكم ممكن تكونوا بتتمنوا شخص ان هو يتقدم او يرتبط بيكم. الناس اللي ليها كراش او في علاقة حب، بس ممكن يكون الشخص ده لسه ما خدش خطوة تجاهكم. الخطوة دي هو ما اخدهاش، ممكن بسبب يمكن ظروفه المادية مش قد كده، او مش كويسة في الفترة دي، او بسبب شغله، او بسبب ان هو مستني ان هو يحقق هدف معين عشان يبقى في استقرار افضل ويقدر يوفر لكم اللي انتوا بتتمنوه. انا شايف ان في حاجة انتوا بتطلبوها من ربنا او بتدعوا. انا شايف ان دعواتكم هتكون مستجابة، بس محتاجة بعض الصبر، واثناء الصبر يكون عندكم سلام، تكونوا متفائلين. بس في حاجة في حياتكم ليها وقت معين ربنا محدده، وان شاء الله ربنا يحقق لكم اللي انتوا بتتمنوه، بس هتستنوا توقيت ربنا ليكم. انا شايف ان في حاجات انتوا بترغبوا فيها وعايزينها تتحقق، او في حاجات ممكن تكون في تفكيركم، بس خلي بالكم من تصرفاتكم. خلي بالكم ان ان انتوا تتصرفوا تصرف يخلي في زعل او غضب او خصام، او تقولوا حاجة يكون ليها عواقب بعد كده. فخلي بالكم من تصرفاتكم وكلامكم. أنا شايف إن اللي فيه منكم وقع بالفعل في الأمر ده، أو ممكن يكون بينكم زعل أو خصام أو حصل مشاكل أو بروك في العلاقة. وده نظرا إن ممكن تكون الحاجات اللي انتوا بتفكروا فيها أو تصرفاتكم بتبقى نابعة أكتر بناء على مشاعركم. زي ما يكون يعني مش بتحكموا عقلكم، يعني اللي انتوا بتحسوا بيه بتقولوه من غير ما تفكروا فيه. زي ما يكون مغمضين عينيكم، عايزين اللي انتوا بتتمنوه يتحقق، في حين ان انتوا في حاجات كتير بتجهلوها. يعني ممكن يكون البعض منكم الشخص اللي انتوا مثلا عايزين حاجة منه، سواء كان ارتباط أو سواء كان اعتراف بالحب أو سواء كان اهتمام، ممكن يكون في الفترة دي متغير نظرا للظروف المادية أو بسبب المسؤوليات اللي في حياته، وهو مش شايلكم هم الأمر ده. بس انا شايف ان في ممكن قيود مادية. انا شايف ان في حد بيتمنى ان هو يرتبط بيكم وبيتمنى يجيب لكم كل اللي انتوا بتتمنوه، بس انا شايف ان في قيود مادية عند الشخص ده مخليه مش عارف ياخد خطوة، او هو من النوع اللي لازم يحس ان هو مستقر ماديا عشان يقدر يكون في علاقة او يقدر ان هو يتقدم. انا شايف ان في كتير منكم يمكن بسبب الحاجات اللي انتوا مش بتحصلوا عليها بيجيلكم شكوك، او ان ممكن يكون الشخص ده انتوا مش أولوية في حياته، أو ممكن يكون في حد تاني في حياته. ممكن تكونوا بتشكوا في الشخص ده، أو في زي ما يكون التخيلات يعني بتاخدكوا لبعيد. بس أنا شايف إن الشخص ده مفيش حد في حياته وهو ما بيرتاحش إلا هو موجود معاكم. بيحس زي ما يكون عايز يبقى متواجد معاكم طول الوقت، عايز يتكلم معاكم، أو ممكن يكون بيحس إن دايما طاقته رايحة ليكم. بس أنا شايف إن في كتير منكم بتتمنوا الشخص ده ونفسكم في الاستقرار ونفسكم في السلام مع الشخص ده، وفي حياة. أنا شايف إن هيكون في حياتكم فيها توازن في الفترة اللي جاية، عايزين يكون فيها حب. في كتير منكم ممكن تكونوا مرتبطين أو في علاقة يعني زوجية، وممكن يكون الفترة دي في تغيير في العلاقة يمكن ما بينكم انتوا الاتنين. بس انتوا محتاجين ان انتوا يعني تحتملوا شوية او تصبروا لغاية يمكن من الشخص ده تكون المسؤوليات والضغوطات اللي عليه تخف شوية. انا شايف ان مفيش اي داعي للشك، لان انتوا الاتنين بتكملوا بعض. انتوا الاتنين توأم شعلة، لان انتوا الاتنين بتكملوا بعض. انتوا الاتنين ما تقدروش تعيشوا بعاد عن بعض. الشخص ده كتير بيحبكم، كتير بيفكر فيكم، كتير منجذب ليكم.
أنا حاسس إن الشخص ده للبعض منكم عايز يوجه لكم رسالة وعايز يقول لكم افهموني وافهموا ظروفي، قدروا الفترة اللي أنا بمر بيها، افهموا تفكيري، افهموا تصرفاتي. بس أنا شايف إن في حاجات كتيرة حلوة ممكن يكون الناس اللي زعلانة من بعض، أو في فجوة في العلاقة، أو في عدم تواصل، أو في حاجة انتوا منتظرينها. أنا شايف إن في خير قريب جدا كمان منكم جايلكم في الطريق. أنا شايف إن في تغيير كتير هيكون في حياتكم للأفضل، في ازدهار، في سلام داخل حياتكم، يمكن في مفاجآت، يمكن في صفحة جديدة أو بداية جديدة في حياتكم. بس أنا شايف إن في خير في حياتكم هيدخل حياتكم، بس انتوا محتاجين إن انتوا تنتظروا بصبر. زي ما قلت لكم في حاجة انتوا بتطلبوها، وفي حاجة انتوا بتدعوا ربنا إن هي تتحقق. أنا شايف إن الأمر ده هيتحقق، بس هو ليه زي توقيت ربنا محدده ليه، لازم تنتظروه. انا شايف ان انتوا محتاجين ان انتوا تسمعوا لاحساسكم شوية، وبلاش تسمحوا للافكار السلبية انها تزيد، او ان هي تتملك منكم، او ان هي تأثر على علاقتكم بالشخص اللي انتوا ممكن تكونوا بتحبوه. حاولوا ان انتوا تثقوا في تدابير، يعني تدبير ربنا في حياتكم. في حاجات بتبقى محتاجة ان انتوا تاخدوها خطوة خطوة، ما ينفعش ان انتوا تنطوا مرة واحدة. انا شايف ان كتير منكم شاكين في الشخص ده وحاسين ان هو مش عايزكم، او مش عايز ان هو يكون معاكم، ومش بيحبكم، ووجودكم معاه مش فارق. انا شايف ان الافكار السلبية دي كلها غلط، لان الشخص ده بيحبكم جدا وبيتمنى ان هو يكون معاكم، وعايز يبقى في استقرار ما بينكم. الشخص ده عايزكم، بس لازم تصبروا عليه لغاية لما الامور تتظبط معاه، وهيحصل فعلا باذن الله، وهيتقدم ليكم، فما تقلقوش. لو عجبتكم القراءة ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا للقناة.